السلام عليكم، كيفكم؟ شو مسوين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله يكون يوم سعيد عليكم يا رب، وصلوا على الرسول اللهم صل وسلم عليه. الفيديو اليوم راح اجاوب فيه على اسئلتكم اللي سالتوني اياها في الانستغرام، واللي راح يسالني هو انا كيف انا انت، يعني انت انا وانت مين؟ انا انت تستهبل. المهم كلنا انا، ويلا نبدا مع الاسئله. طيب قبل اسالك الاسئله ابغاك تعرف عن نفسك تعريف بسيط. اسمي خالد وعمري 16 سنة، مواليد 2000 وبالهجري 1421. طبعا انا من القصيم لكن ساكن في الرياض وعايش في الرياض، وفتحت قناتي هذه قبل سنتين. طيب تشرفنا يا خالد ويلا نبدا مع الاسئله. اول سؤال يقول كتاب استفدت منه وتنصح قراءته. صراحة ما أقرأ كتب أنا كثير مرة، بس في كتاب جميل واستفدت منه صراحة. اسم الكتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. طبعا هو تقريبا زي القصة بس جدا جدا جميل ويعطيك دروس فوائد بالحياة. ويلا ننتقل للسؤال اللي بعده. طيب السؤال يقول أسهل أكلة تسويها إذا كنت جوعان. أسهل أكلة خبزتين توست وجبنة مربعات. طبعا لازم الجبن يكون من النوع اللي يجي برتقالي مو أبيض، ونطبق الخبزتين على الجبن ونحطها في الآلة هذيك اللي تحمص خبز. صراحة ما أدري شو اسمها بس كذا اللي ترعص الخبز، ويلا طعمها جدا لذيذ. السؤال يقول خالد عندي كاميرا ودي أصور بس ما أدري وش أصور. إذا كان يقصد تصوير اليوتيوب ففي مجالات كثيرة صراحة وأشوف فيها نقص. عندك مثلا مجال الصنع DIY، يعني إنك تصنع أشياء أو تعيد تدوير الأشياء وتوري الناس انه كيف تصنع هالاشياء. وعندك مجال ثاني مجال القصص، اشوف نقص كبير بهالمجال. يعني مثلا اذا كنت رسام تقدر تسوي قصص، يعني تسوي عدة رسمات وتخليها بطريقة قصة، بدل ما انت يعني مثلا ترسم رسماتك بعدين تصورها على انستغرام وتنزلها. سوي سيناريو حلو، سوي قصة حلوة، ما دام انت رسام استغل رسمك وسوي قصة ونزلها على اليوتيوب، ترى فكرة جميلة. واستغل هالشيء فيك اذا انت رسام وتعرف ترسم. في مجال الطبخ بس سوي طبخات سريعة وحلوة وشبابية، لان فكر ان اغلب المجتمع اليوتيوبي صغار وشباب، يعني سوي لهم شيء يعجبهم ويحبونه، مو تسوي مكرونه بالبشاميل. اتمنى انكم فهمتوا وش اقصد. في مجال التحديات، سوي تحديات جديده وحاول انك ما تقلد، جيب تحديات من راسك. ما في مشكله لو قلدت احد، بس حاول انك تسوي الفيديو حقك بطريقه احسن من اللي سواه او بطريقه مميزه وابداعيه اكثر. فعندك هذه المجالات. اذا انت ما تدري وش تسوي، وش تصور، وش تدخل مجال، فاختر المجال اللي يريحك واللي انت تحبه ومبدع فيه. وننتقل للسؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده يقول ليش ما تنزل فيديوهات مع يوتيوبر؟ اتمنى تجاوب على سؤالي وتقول اسمي فاطمة الجسمي. اهلا وسهلا يا فاطمة، اتشرف متابعتك لي. ليش ما انزل مع يوتيوبر؟ صراحة ابدا ما عندي مشكلة اني انزل مع يوتيوبر او اي احد، لكن الى الان ما عندي فكرة تجمع شخصين. اذا جتني الفكرة عادي اكيد بسويها وبصور مع يوتيوبر او اي احد، بس ما عندي فكرة فيديو تجمع شخصين او يعني يصير في الفيديو شخصين. طيب بدنا ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال يقول لو قالوا لك استلم وزارة اي وزارة تختار؟ بختار وزارة الثقافة والإعلام. طيب السؤال اللي بعده يقول مين هو منافسك على اليوتيوب؟ ما انافس احد، انا ما دخلت اليوتيوب عشان انافس احد، بالعكس كلنا اخوان وحبايب، فما انافس احد. طيب يلا ننتقل للسؤال اللي بعده. يقول ليش اشتهرت او اتجهت لطريق الشهرة؟ اوكي بس قبل اجاوب على السؤال، يعني ترى ماني مشهور انا، واذا قصدك يعني ليش اني دخلت اليوتيوب ما ادري، بس احس ان هذا الشيء اللي انا احبه، يعني اني لما اصور لما اتكلم ما ادري احس اني احب هالشيء عشان كذا انا اسويه. وزيادة على كذا لما صار عندي متابعين هم حبوا هالشيء بعد، يعني ان شاء الله انهم يحبوه. يعني تخيل انا احب شيء قاعد اسويه وناس قاعدين يشوفون هالشيء وحبوه، اكيد بواصل عليه لانه شيء انا احبه واستمتع لما اسويه، وان شاء الله انكم انتم تستمتعون فيه وتستمتعون بفيديوهاتي او تستفيدون. وبس هذا كان اخر سؤال. ان شاء الله انكم استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، واشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة. مع السلامة.